السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوا على النبي حبايب قلبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني جدا جدا جدا. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم مننا كل جديد احنا بنعمله وهنعمله ان شاء الله يا حبايب قلبي. زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي، انا هعمل جلاش. هنعمل جلاش باللحمة ان شاء الله يا حبايب قلبي مع بعض كده، ويا رب يعجبكم طريقة عملي في الجلاش. اول حاجة بعملها بحط الزيت اهو في الصينية. اسفة يا حبايب قلبي، ده مش زيت، ده سمنة. بحطها في ارضية الصينية، وطبعا عملت بايديا لان ما عنديش فرشة يا حبايب قلبي، طبعا غسلة ايديا ومنضفاها. فعملت بايدي لان ما عنديش فرشة. ان شاء الله هجيب فرشة باذن الله. وانتوا شايفين اهو يا حبايبي، بحط ورقتين من الجلاش وبحط عليهم سمنه. طبعا ما بكترش سمنه عشان خاطر انا ما بحبش الدهون وكده، فانا مش مكتره سمنه، حاطه قيمه نص كوبايه من كوبايه الشاي سمنه. وانت حابه تكتري انت حره، عادي يعني. مش اجباري يعني، اختياري عادي. لو عايزه تكتري سمنه كتري عادي براحتك. يعني ممكن تحطي مثلا، لو انت مثلا بتحبيه مثلا، تحبي مثلا الدهون وكده، ممكن تحطي مثلا كوباية من كوباية الشاي. انا حاطة نص كوباية. وهي حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين، كل رصة بروح حاطة عليها السمنة ودهنها بالسمنة. وحطيت اللحمة اهو يا حباب قلبي، طبعا معصجه اللحمه. حط عليها بصل، وحط عليها فلفل رومي، وحط عليها فلفل حار، وحاطه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وفلفل اسمر وكمون وملح وكده، يعني مروقه عليها اهو يا حبايب قلبي. عمال كل ما احط ورقه جلاش او ورقتين بحط عليها سمنه، قيمه معلقتين سمنه كده او معلقه، بروح ايه دهناها اهو يا حبايب قلبي. شايفين زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي. طبعا اهم حاجة الرصة الاخيرة لازم تدهنها كويس بالسمنة عشان تطلع اما تيجي تحطها في الفرن تطلع معاك وش جميل كده و... ومتحمر وجميل كده يا حبايب قلبي. اه طبعا بدهن الوش الاخير اهو، شايفين يا حبايبي. حطيت عليه جيمة 3 معالق سمنة اهو. هدهنه بقى بايد اهو. واحدة تقول لي انت يا ام فرح عمال تدهني بايدك وتعملي بايدك؟ انا ايدي نظيفة يا حبايب قلبي، ايدي نظيفة. ويا حبايب قلبي انا عمالة بقطع الجلاش قبل ما احطه في الفرن. بقطعه يا حبايب قلبي بالسكينة زي ما انتوا شايفين اهو. قطعته طبعا. حطيت الجلاش في الفرن، حطيته في الفرن وبطج البيضة اهو، واحط عليها قيمة كوبايتين لبن من كوباية الشاي. طبعا بحط فلفل اسمر وكمون وملح على البيضة اهو، بضربها ضربة كويسة كده ويا حبايب قلبي. وحطيت لبن قيمة كوبايتين من كوباية الشاي. وطبعا طلعت الصينية من الفرن، طلعتها من الفرن، خدت لها شويه في الفرن كده وطلعتها، حطيت عليها اللبن والبيض وكده، وهرجعها تاني الفرن يا حبايب قلبي. وطلعت الصينيه بتاعتنا الجميله. تسلم ايدك يا ام فرح،
شايفين يا حبايب قلبي؟ شايفين؟ والله العظيم لو جربتوا الطريقه دي في الجلاش قسما بالله كان طعمه ما اقولكوش، كان طعمه حكايه وروايه. بالله كان طعمه جميل قوي يا حبايب قلبي. جربوا الطريقه وان شاء الله هتعجبكم. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصل لكم مننا كل جديد احنا بنعمله وهنعمله. باي، مع الف 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 سلام.